الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. نأخذ اليوم الرؤى التحذيرية، رؤية مهمة تحذر من الوقوع في فخ الإباحية. ونتعلم أيضا معا قاعدة مهمة من قواعد التعبير، وهي أن التعبير لا يتوافق ولا يتناسب مع حال الرائي ولا حتى مع من رؤي له المنام. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ وإلى من يعود التعبير؟ تقول صاحبة الرؤيا الأولى: رأيت كأن حماية، يعني والد الزوج، يتزوج على زوجته من امرأة أخرى، والتي يتزوجها في الواقع متوفية واسمها قدرية. وكانت هذه المرأة في حياتها، يعني في الواقع، كانت هذه المرأة في الواقع امرأة سوداء جدا، سواد إفريقي، يعني ليس سواد عادي. كانت طبعا زوجته حزينة لأنه يتزوج عليها، وأيضا الرائية زوجة الابن كانت حزينة لأنه يتزوج على زوجته. مهم أن نعرف سن حماها ووضعه الصحي، هل يسمح له السن والوضع الصحي بوظيفة جديدة أو ترقية أو شيء من هذا. فقالت طبعا أنه كبير بالسن متقاعد، فالتعبير لا يتوافق معه. إذا قلت التعبير يعود للزوج. طيب إذا كان أيضا التعبير لا يتوافق مع زوج الرؤية، إذا يكون التعبير لأحد أبنائه الآخرين. قلت لها: معنى هذه الرؤية أن زوجك تعرض عليه وظيفة جيدة، المهم وظيفة أفضل، فيها مميزات أفضل من الوضع الحالي وفيها ترقية، ولكن الموضوع فيه مخاطرة كبيرة جدا، فيه مجازفة، يحتاج إلى استخارة، يحتاج إلى تروي وتشاور وإعادة نظر. قالت: سبحان الله العظيم، فعلا زوجي في هذا الوقت معروض عليه أكثر من وظيفة في أماكن أخرى غير المكان الحالي. وسبحان الله، رغم أننا كلنا كنا ننتظر هذه النقلة أو هذه الوظيفة، ولكن الكل كان عنده مخاوف من هذه الخطوة، يعني الزوج والرائية والأبناء الكل كان متخوف من هذه الخطوة رغم أنها تبدو أفضل من الوضع الحالي. بفضل الله أخبرت الرائية زوجها بالرؤية وبالتعبير، فكان قد أوشك على تقديم استقالته في مكانه الحالي ليلتحق بالوظيفة الجديدة في مكان آخر، ولكن عندما سمع ذلك توقف عن تقديم الاستقالة ليعيد النظر ويعيد التفكير في الأمر من جديد. لأن الواضح من هذه الرؤية أنه إذا أخذ هذه الخطوة ولو حتى في الوقت الحالي بالتحديد، في هذا الوقت قد يخسر وظيفته الحالية، وأيضا يعود من وظيفة التي هو مقبل عليها صفر اليدين، فلا نال هذا ولا ذاك. طبعا حماها أتى رمز لزوجها لأنه الحمى، يعني حماية، والزوج أيضا هو حماية للمرأة، والمرأة اسمها قدرية، يعني رفع قدر أو وظيفة أفضل. غالبا ما تؤول المرأة في المنام بأنها باب رزق أو دنيا يصيبها الرأي. كانت شديدة السواد، يعني يكون له سيادة في هذه الوظيفة أو في المكان الجديد. لكن المشكلة كلها والتحذير في أمرين: الأمر الأول والأهم هو أنها متوفية، يعني ميتة، مفقود منها الأمل، الميت لا يرجى منه شيء، لذلك لعله إذا أقبل على هذه الوظيفة الجديدة ولو في الوقت الحالي لعله يخسر وظيفته الحالية، وأيضا يخسر الوظيفة التي هو مقبل عليها. القرينة الثانية أيضا التي تدل على التحذير: حزن صاحبة الرؤيا وحزن زوجة الرجل في المنام. الحزن هنا يؤول بحزن ليس له تأويل آخر، يعني حزن على ما يقع لهم من سوء، والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤيا الثانية هي تحذير من الوقوع في الإباحية والعياذ بالله. يقول صاحب الرؤيا: رأيت كأني في دولة تنزانيا، وكأني دخلت إلى محل كبير، يوجد في المحل المجسمات التي تعرض عليها الملابس كانت مغطاة، تعرف باسم المانيكان. وكان موجود في هذا المحل جهاز كمبيوتر عادي، ويوجد ناس من السودان يلتفوا حول شاشة الكمبيوتر. ثم أخذت الكاميرا ومسحت عليه بالباركود، فاشتغلت شاشة الكمبيوتر، فالتف حولها سودانيون، كانت منهم امرأة سودانية منبهرة بذلك. وكأن ثمن جهاز الكمبيوتر هذا 1176 بعملة معينة. طبعا أول ما قرأت هذا المنام شعرت بانقباض. لماذا؟
أن كل كلمات الرؤيا كل رموزها ظاهرة واضحة في معنى واحد. ولأني أعلم عن حال هذا الرائي ما أعلم عنه إلا خير، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، أنه متزوج محصن ومن الصالحين، فهو بعيد عن هذا التعبير. إذا فقلت التأويل يعود لأحد الأبناء. أحببت أن أمهد له التأويل لما علمت عنه أنه يتأثر جدا ويتعب بما يخص أبنائي، فقلت له التأويل غير محمود، فالأفضل أن نسكت عنه. فوجدت منه الحرص والاهتمام على معرفة التعبير وأنه يتقبله مهما كان. فقلت له الرؤية تحذر من الدخول على المواقع السيئة، يعني بمعنى أصح المواقع الإباحية، وأيضا صحبة سوء. التعبير طبعا لأحد الأبناء لأنه لا يتناسب مع حاله. قال فعلا أحد أبنائه طلب منه جهاز لابتوب وطلب جهاز كمبيوتر من قبل ليذاكر عليه، لكن بفضل الله أن الله سبحانه وتعالى أعطاه البصيرة لفهم هذه الأمور والحذر منها. بالنسبة لرموز الرؤيا هي واضحة. تنزانيا معروفة بالاشتقاق، المجسم الذي تعرض عليه الملابس، وأيضا اسمه مانيكان معلوم معناه. والالتفاف حول الشاشة مع سودانيين هو الالتفاف حول هذه المواقع. سوداني يعني صاحب سوء، سوء داني، سوء داني يعني سوء قريب، والداني أو القريب هو الصديق، صديق السوء. أما عن الرقم أو المبلغ هو الثمن الذي سيدفع في هذا الجهاز، وهو 1000 يألف، بمعنى أصح يدمن على هذه المعصية. والمئة، التأويل هنا للمئة يختلف تماما عما اعتدنا عنه، وأيضا بالاقتباس من القرآن الكريم، لكن بما لابد أن يتناسب مع رموز الرؤيا ومعانيها. وتأويل المئة هنا في قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأنه طبعا المكان اسمه تنزانيا. والستة، الست بفتح السين في لغة العرب هو العيب، وأولتها في فيديو سابق في رؤية البنت المتوفية، الست بمعنى العيب، وكان صحيح بفضل الله. وأما 70 فهو العون على الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. رحم الله متابع سمع فوعى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.